وأتكلم مع الشباب اللي خلف الشاشة بعد. اسمع القصة هذه بعضنا ما يصدقها. الشيخ عباس بتاوي شيخ مغسل أموات 26 سنة. اسمع يلي تقول ما أقدر أترك الوط، ما أقدر والله أشوف الورع، ما أقدر أتركه والله. اسمع لا تتركه، خليك على وضعك، بس اسمع. يقول الشيخ، سألت الشيخ في مجلس الشيخ أبو مصعب عبد الله السودان، والسالفة هذه شاهد عليها مشايخ. قلت يا شيخ عباس صراحة، ايش أعجب قضية مرت عليك من ناحية اللواط؟ أنت مغسل أموات 26 سنة، أبغى أعجب قضية. قال طيب. تنهد الشيخ قال يا خالد، جاني شاب ميت، جنازة ميتة، يقول بديت تغسيلها، يقول زحمة الملفات ما انتبهت للملف حقه، يقول بديت تغسيل، يقول غسلت الشاب، يقول أول ما أغسل أبغى استنجيه، يعني لف خرقة على يدي ثم ايش؟ أطهره استنجاء. يقول ولا ما في ذكر، يقول بمكان الذكر كأنك فاتح ماسورة دم. نظفنا يا ولد، له ميت حادث ولا شيء والذكر مقطوع وصب دم. يقول عانينا نكفن يطلع الدم. يقول شوي سألت عن قضية هذا الشاب. اسمع يا الغالي، هذا الشاب يا اخواني مات ويفعل اللواط، قبض الله روحه ويفعل بواحد، فنشب ذكره في دبر هذا الشاب، ما استخرجوه إلا بعملية جراحية، قطع الذكر ثم استخرجوه، ففضح الله عز وجل اثنين. يا الله، عملية جراحية يا اخوان. الولد الآن الظاهر مستشفى المجانين، مستشفى النفسي المفعول فيه، انجن انهبل. بعضهم يقول كيف ما كيف، لا تستغرب ترى الله ستير، لكن اقسم بالله اذا الله أدب إذا الله فضح. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يأخذ